السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندخل في الموضوع من دون مقدمات. عندما نقول انحدار في الإعلام يأتي في خيال المستمع أنه كانت هناك فترة ذهبية للإعلام وانحدر الحال لما وصلنا عليه الآن، لكن للأسف البداية كانت من القاع أساسا، لكن الإعلام الحالي وخصوصا الخاصة وجد طريقا ما للنزول أسفل وأسفل لما هو أدنى من القاع. سنناقش في هذه الحلقة بداية الإعلام الرسمي ثم الإعلام الخاص وتوجهاته السياسية وعلاقته القذرة بالسوشيال ميديا. نبدأ على بركة الله. سنتحدث عن الإعلام المرئي. البداية كانت مع القنوات العمومية، وللأسف كانت قناة الصوت الواحد، ولو تشاهد مقاطع فيديو قديمة لها لن تجد فرقا كبيرا بينها وبين الوقت الحالي. تمجيد في الحكومة ووعود بنهضة البلاد ومهاجمة العدو الخارجي وغيرها، لكن هذه قناة حكومية وبالتأكيد ستتبع اتجاه النظام، فبطريقة أو بأخرى لا يمكننا لومها على توجهاتها السياسية. لكن لو نتجه للنقيض وهو الإعلام الخاص، أو بالأحرى المستنقع الخاص، فهنا نجد الكارثة. قبل التحدث عن الإعلام سنعطي لمحة عن الواجهة له وهو المقدم أو الإعلامي، وسنبدأ بالهيئة وطريقة الكلام. تعودنا منذ الصغر على هيئة الإعلامي ورسمنا صورة نمطية له، وبالغالب هذا ليس بالشيء السلبي، لأن الصورة المرسومة جميلة إلى حد ما، لأنه في الماضي لم يكن أي شخص بمقدوره الوقوف أمام الشاشة والتكلم هكذا، فقد كانت هناك معايير للإعلامي، ونذكر منها الهيئة والمظهر الخارجي والصوت الجميل وطريقة الكلام، وجه بشوش لحد ما، وأسلوب راقي يشد المتابع، وباختصار وبكلمة واحدة الكاريزما. عفوا أعزائي المشاهدين، نكمل كلامنا. بعد كل هذه الصفات نجد أن الإعلامي الذي تتوفر فيه هذه الصفات يجب أن يتمتع أيضا بأخلاقيات المهنة، وهذه نقطة لن نخوض فيها، فالكل يعرف أخلاقيات هذه المهنة، لكن سننوه لنقطة واحدة والتي تهمنا أساسا، وهي الحياد. وسنتكلم عن الحيادية عند الإعلام بصفة عامة، وسنعطي عن الحياد بمثال بسيط. لو أن هناك خبرا ولنقل أنه ستكون هناك زيادة في الأجور، هنا يجب أن يقال هكذا وفقط: تمت اليوم زيادة في أجور العمال، لأن الخبر المهم هو زيادة الأجور. لكن كيف يقال هكذا خبر عندنا؟ سنخبركم الآن. تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية، وبعد اجتماع طويل، أمر رئيس الجمهورية بزيادة سريعة في أجور العمال، وهذا حرصا منه على رفاهية المواطن. هل رأيتم الفرق؟ صحيح أنه نفس الخبر، لكن الخبر الثاني يكون مشحونا أكثر، أي مشحونا سياسيا أو حزبيا لخدمة جهة معينة. تذكرنا نقطة ثانية وهي الكذب. يجب على الإعلامي أن يستقيل من منصبه وأن لا يكون كاذبا في عيون المشاهدين، ولكن للأسف هذه النقطة تكاد أن تكون شبه مستحيلة، وذلك بسبب العامل الذي يحرك الإعلام وهو النقود. النقود جعلت من الإعلام وسيلة لتبييض صورة أشخاص أو تشويههم، وسنعطي مثالا بشخصين، والمهم هنا توضيح سياسة القناة وليس الأشخاص، رجاء ركزوا. توجد هناك قناة حاولت جاهدة تشويه شخصية معارض كأمير ديزاد، وخصصت له حلقات وبرامج لهذا الموضوع. إلى هنا الأمر عادي، لكن لو تتذكرون قبل الانتخابات الرئاسية سنة 2019 شنت هذه القناة هجوما عنيفا على عبد المجيد تبون، واتهمته بالعديد والعديد من الأشياء. الذي نستنتجه هنا هو أنه هذه القناة ليست كالقناة العمومية والتي تتبع سياسة النظام وتوجهاته، لا، هذه القناة تتبع من يدفع أكثر. وعندما نقول من يدفع أكثر نحن نقصد بالإعلانات. مصدر رزق كل القنوات الخاصة هو الإعلانات، وبالتالي تم رمي الحيادية إلى صفيحة الزبالة. القنوات لديها جمهور والمعلنون لديهم النقود، وبالتالي أصبحت هناك علاقة تكامل لا تتكلم سوى لغة المصالح المشتركة. وسلم لي على حرية الإعلام والحيادية، لأن هذا النشاط خلق سلسلة لا يمكن فكها عن بعض، فإن سقطت عنصر انهارت السلسلة، وسنشرحها تباعا. القنوات لديها الجمهور، أي صوت يصل عدد هائل من الناس. القنوات لديها الجمهور، أي صوت يصل إلى عدد هائل من الناس، وبالتالي يتم الترويج للسياسيين عن طريق الشركات الخاصة، أي المعلنين، الذين هدفهم تلميع صورة شخصية ما مقابل الإعلانات حتى يصل للسلطة ويصبح لهم ذراعا سياسيا يزيدون فيه من نفوذهم الاقتصادي وغيره. فكما ترى يا صديقي، ما هي إلا حرب مصالح، ولا توجد هناك أي حيادية أو اهتمام بالمواطن أو بالحقيقة،
فكل خبر أصبح يستغل لتحسين صورة شخص ما أو تشويهه. يمكننا القول أن الإعلام أصبح لعبة يتم التصارع بها. خلاصة القول أن المواطن ليس غبيا، لكن الإعلام الغربي يلعب هذه اللعبة باحترافية، إذ يقوم بزرع أفكار داخلك تحسسك أنها من بنات أفكارك، لكن هم من زرعوها فيك، مثل ما تقوم به CNN. وكمثال عربي لا توجد سوى قناة واحدة وهي الجزيرة، لكن في قنواتنا لا يهمهم أساسا إخفاء توجهاتهم أو من يدعمهم ويدعمونه، فقط يقومون بتوجيه الرسالة كما هي دون أي مجهود يذكر في محاولة حتى ادعاء الحيادية وتغطية الأمر. النقطة الموالية وهي من أهم النقاط. Why can't we just tell them what they want to hear? I said, why do we have to tell the people what they need to hear? Why can't we just tell them what they want to hear? مع تغيير الواقع أصبح من الضروري وجود أخبار على مدار اليوم 24 ساعة في اليوم أخبار. وهنا برز جزء آخر قذر من الإعلام الخاص، وهو منح المشاهد ما يريد سماعه وليس الحقيقة، فقط لضمان مجموعة وفية من المشاهدين وبالتالي توسيع نطاق الأرباح. فلو كانت هناك دولة شقيقة توجد فئة من الناس تكرهها، ستقوم هذه القناة بتغذية تلك الكراهية وإشعال فتيل الفتنة وشحن تلك الفئة التي يشفى غليلها من هذا الكلام، وسحب أكبر عدد ممكن من الناس لهذا المستنقع عوض التكلم عن مشاكلهم ومعاناتهم. ولكن للأسف هؤلاء الناس لا ينتبهون أنه مجرد كلام وفقط، فلن يضروا هذه الدولة بشيء، والطبقة الواعية من المجتمع لن تصدق هذا الهراء. ففي الأخير هذه مجرد جمع للمشاهدات لضمان عدد أكبر من المعلنين. السوشيال ميديا والإعلام. لا أحد ينكر أن وسائل التواصل الاجتماعي أعطت متنفسا للناس وتكون ممتعة أكثر من الإعلام العادي، لكن السوشيال ميديا سحبت البساط من تحت الإعلام شيئا فشيئا. لوسائل التواصل الاجتماعي شقين، شق إيجابي وشق لن نقول عنه سلبي، بل نقول مستنقع قذر مليء بالمشاهدات. وهنا تقوم القنوات الخاصة برمي نفسها في هذا المستنقع فقط لجمع المشاهدات أو بالأحرى ركوب الترند، وكانت النتائج كارثية. أصبح كل شخص تافه يظهر على التلفاز دون مراعاة لتبعات تصرفات كهاته، فهم يصدرون التافهين ويتم تجاهل النخبة. على سيرة النخبة، أين هم حقا؟ النخبة في بلادنا لا يظهرون كثيرا إلا على القنوات المعارضة، ولا توجد أي قناة معارضة على أرض الجزائر، مما يعطي صورة واضحة عن الديمقراطية في بلادنا. إذا سبحت عكس التيار سوف يداس عليك، لأن الإعلام يدمر الإعلام، والغلبة تكون للعدد وليس للشجاعة، لأن الإعلام يدمر الأعلام، والغلبة تكون للعدد وليس للشجاعة. الأشخاص الشرفاء يتم الطعن فيهم وحتى في أعراضهم حتى يصبح كلامهم فارغا، وأحيانا يتم حسابهم على جهات تحاول زعزعة استقرار البلاد على حسب تعبيرهم. وهذا ما يأخذنا للنقطة الموالية، وهي الفزاعة. كل نظام يحاول خلق فزاعة أو عداوة، وأغلب البلدان تلجأ إلى الإرهاب إلا بلادنا، فقد تم طي هذه الصفحة بعد مشروع المصالحة الوطنية ليتم خلق عدو جديد حتى يتم توجيه أنظار الشعب إليه وإلصاق كل التهم عليه من فشل وسوء تسيير وكوارث حتى لو كانت طبيعية. وهنا يقوم الإعلام بصب الزيت على النار ويبدأ في إقناع الشعب بفكرة العدو المشترك. وللأسف التخويف يجعل المشاهد يسير وراء الجهة التي زرعت هذا الخوف، لأنه بالمنطق سيكون لديها الحل، وهنا سيتبع المشاهد صاحب هذه القناة وتوجهاته التي هي توجهات الشركة الخاصة التي تدعم السياسيين الذين سيصلون للسلطة قريبا عن طريق تبييض صورتهم عند المشاهد. وبالعودة للحديث عن الفزاعة، يؤسفني أن أقول أن هذه الفزاعة في الغالب مجرد وهم خلقت فقط لإلهاء المشاهد عن الوضع الكارثي الذي يعيش فيه، وخلق انتصارات وهمية عن طريق إذاعة أخبار سلبية عن هذه الجهة، أو خروج شخص جاهل يشتم ويتوعد بالقضاء عليهم، بالرغم من أنه كان لابد من القضاء على الفساد والبطالة والمحسوبية وغيرها من الآفات. لكن للأسف الإعلام أقوى بكثير من الأصوات التي تحاول إيقاظ العقول وتوضيح الصورة بأنه لا يوجد هناك أي عدو سوى العدو الخارجي. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. قبل أن نختم هذه الحلقة يجب أن ننوه لنقطة، وهي أكثر كلمة تكررت في هذه الحلقة: الحيادية. لذلك عزيزي المشاهد،
يجب أن نخبرك أن الحيادية غير موجودة ولن توجد ولم تكن موجودة من الأساس. وعندما نتكلم عن القنوات السياسية سنخبرك بشيء آخر، وأنه لا توجد هناك قناة في العالم تتمتع بالحيادية حتى لو كانت قناة يوتيوب. إلى اللقاء.